السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا ملاح، تكونوا بصحه جيده. وقت ما لحقكم هذا الفيديو، لا كنا مع الصباح نقول لكم صباح الخير، ولا كنا مع العشيه نقول لكم مساء الخير عليكم. كيما كنتوا تشوفوا اليوم جيت نشارك معكم وصفه جديده اللي طلبوها بزاف مني الاخوات. لهنا جايه نشارك معكم المشوك هذا تاع الكراميل، بزاف 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 شباب هذا المشوك. نتمنى ان شاء الله كامل تجربوه وتردوا لي الخبر عليه، باسكو كاين بزاف اللي ذاقوها عندي وعجبهم اهبل، يعني وصفه بزاف بزاف شابه. قد ما نحكي لكم عليها ما كنتش رايحين تصدقوني. المهم لهنا كيما كنتوا رايحين نبدو بسم الله الوصفه تاعنا. واش عندنا فيها؟ عندنا 250 غرام نتاع زبده، وانتيا يعني الكميه ديري واش راكي حابه، تقدري حتى هذه باش تسيي تقسمي الكميه هذه. المهم درت هذاك الكاس ماشي معمر تاع سكر كلاص، باسكو رانا رايحين نعسلوهم بعدا. ودرت نص كاس تاع جلجلان محمص، وعندي زوج كيسان كيما كتشوفوا تاع كاوكاو مقلي مليح، يعني محمص مليح وكيما رحيناه ما رحيناهش، يعني رقيق بزاف كيما كتشوفوا فيه. ولا هنا شوفوا يا البنات، نتوما الى عندكم الزاز تاع القارص ديروا الزاز تاع القارص. انا بما انه ما كانش متوفر عندي درت له العطر تاع القارص تاع الليمون هذا. ما درتش الصفر، درت هذا الابيض. كيما كتشوفوا لهنايا واش نجيب تانيك، عندي لهنا 4 تاع صفار البيض، يعني الصفار نخدموا به في العجينه، وهذاك البياض رانا رايحين نستحفظوا به. البياض طبعا رانا رايحين نرمدو، يعني نديرو فيه نغطسو فيه حبة المشوك ومن بعد نديروها في الكاوكاو. المهم لهنا قلت لكم باللي عندي 4 تاع صفار البيض، يعني عاودوا الوصفة. درنا 250 غرام نتاع زبده، درنا كاس ماشي معمر تاع سكر كلاص، وتقدروا حتى تحطوا سكر حرش، يعني سكر كريستاليزي، ما يكونش سكر كلاصي، تنجموا ديروه. وديروا نص كاس نتاع جلجلان محمص، تاني اختياري بصح يعطيكم واحد البنه تهبل. وزوج كيسان نتاع كاوكاو يكون محمص مليح ومقلي، محمص ومقلي محمص ومطحون كيما شتوني. نخلطوا كامل هذوك المقادير مع بعضهم، ومن بعد كي يندمجوا نروحوا نزيدوا لهم هذاك الصفار تاع البيض. هنا بعد ما خلط هذوك المقادير نزيد لهم هذاك الصفار تاع البيض، ونقعد نخلط فيهم مليح حتى يدخل هذاك البيض مع هذوك المكونات كامل، ومن بعد نقعد نشف فيها بالفارينه. وهنا الفارينه البنات ماهيش رايحه تستهلكم كميه كبيره، يعني حتى الحبه كي تقسموها راهي رايحه تقولوا بلي ما فيهاش كامل الفارينه هاد لاغوسيت، يعني كي تفتحوا هذيك الحبه تلقاوها غير كاوكاو لداخل وجلجلان، يعني تخرج ما شاء الله. المهم هنا حبيباتي احنا نقعدوا نليموا بالفارينه حتى تليم لنا هذيك العجينه. وطبعا العجينه تاعنا ماناش رايحين يبسوها، ماهيش عجينه صابلي بيان سور، نخلوها طريه يعني نوعا ما ماهيش طريه طريه حتى طيح لنا في الكوجه، وماهيش يابسه. كيما كتشوفوا انا يلا هنايا راني نزيد لها في الفارينه بشويه بشويه، وحتى نتحصل القوام اللي راني مسحقاته. يعني هاد الوصفه كانوا بزاف 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 الناس طلبوها مني وقالوا لي حطيها لنا في القناه، ولا كانوا كيشوفوني نطلعها يقولوا لي كتبي لنا الوصفه. بما انه انا ما نقدرش كل وحده نتبعها ونكتب لها الوصفه، الوغ قلت نحطها لكم لهنايا في القناه. وبيان سور شوفوا مانيش نعجن فيها، يعني راني لاين برك. والبنات لهنا انا الغلطه اللي درتها بون ماهيش غلطه، نسيت هذا ما كان. هذيك الباكي تاع الخميره انايا نسيته. نتوما نحطوه كي تكونوا تحطوا في لافارين تاعكم، حطوا هذيك الخميره تاعكم حطوها تما. معليش انا درتها في الاخر وكانت نتيجه مرضيه، يعني ما كان حتى مشكل. المهم غير شنو نتوما كي تكونوا تخلطوا، كي تكون وحده مبتدئه ولا كي تكون تخلط بيان سور رايحه تحطها مع الفارينه. هنايا بعد ما كملت لمت هذاك العجين تاعي، شوفوا كيفاش يعني القوام اللي تحصلت عليه. هذا القوام يعني ما تخافوش منه يعني يطيح لكم في الكوشه ولا. انا شوفوا راني نوري لكم في يديا والله غير كرهتهم بصبيغه هذيك كي نخدم بصبيغه تاع الحلوه، يعني في الفيغ ولا في البلو ولا تقعد لي كيما هكاك. المهم حبيباتي جبت فتحت هذوك لي كيسات كيما راكم تشوفوا فيهم،
ونجي لهنا ندير كرات. شوفوا البنات هنا تعمدت باش ما نحط لكمش الميزان، باسكو كاين واحد زوج اخوات قالوا لي من فضلك يا ام وائل اما ديري لنا زعما حلوه تكون خفيفه كيما هكايا، وشنو ما ديريناش بالميزان، ما عنديش الميزان، وقالت لي ما نقدرش نشري الميزان. الوغ معليش يعني نلبيو الرغبات تاع كامل الناس. كيما كتشوفوا لهنايا ندير ديبول كيما هكايا. المهم وحده عينك ميزانك، يعني انتيا تعرفي انايا على حساب الميز تاعي تكون في الحبه تكون فيها واحد 28 29 غرام، وانتي بيان سور انا نبيعهم للناس لازم ندير ميزان واحد. وانتوما الى زعما حبيتو ديروهم لداركم ولا يعني ديروا هذيك البوله عينكم ميزانكم ما تهمش. هنايا بعد ما تولي كل خطرة تخدمي راكي رايحة تتوالفي وتولي تحطي حتى القياس تحطيه واحد. المهم اللي هنا كما كنت تشوفوا حبيباتي نجيب هذاك بياض البيض نضربه شويه، ومن بعد نجيب هذوك الكريات نتاع العجين نديرهم في هذاك بياض البيض، ونعاود نجي نديرهم في هذا الكاوكاو. شوفوا البنات انا درتو به بالقشور تاعو. شوفوا تعرفوا كي تديروا الكاوكاو به بالقشور تاعو يمثل لكم واحد البنه تهبل. المهم اللي هنا حبيباتي بعد ما كملت يعني هذاك المشوك تاعي هنايا، من بعد نقول لكم الكميه شحال عطاتني. نجيبوا هادو لي بيك كيما راكم تشوفوا فيهم ونديروا لهم كيما هكا. تقولوا لي علاش راكي تحط ديري كيما هكا في المشوك كنتي تخليه هكاك؟ نقول لكم شوفوا يا البنات هاد الطريقه كيما ديروا كيما هكايا نتوما يعني تقدروا حتى بستيلو، اللي ما عندهاش دير بستيلو بيان سور يكون نظيف. هذه الطريقه ديري كيما هكا باش من بعد كي ديري هذيك الملعقه تاع العسل من الفوقه راهي رايحه الحبه تاعك تشرب، يعني ماهيش رايحه تشرب كي تخليه كيما هكاك ماهيش رايحه تشرب لك هذيك الحبه نتاع المشبك تاعك، يعني العسل يفوت غير من الفوق سطحيا هذا ما كان. بصح كي ديري الطريقه هذه العسل رايح يدخل داخل ويقعد لك يعني يشرب. المهم هنا بعد ما درتهم طابوا في الكوشه على درجه 160 درجه وشعلت لهم من تحت، ومن بعد منين شفتهم طابوا كامل من تحت عاود شعلت لهم من الفوق داو تحميره خفيفه ونحيتهم وعاود درت البلاط دوزيام. المهم لهنا بعد ما خرجوا هما مسخونين والعسل بارد بيان سور البنات العسل راني خدمته ديجا معاكم، وراني شاك فيديو نقول لكم باللي العسل راني خدمته، يعني ولوا الفيديوهات اللي قبل تلقوني باللي خدمت لكم العسل بطريقه هايله وبزاف اخوات راهم يعتمدوا الوصفه تاعي والحمد لله يا ربي. كاين اللي راهم يخدموا الطلبيات وراهم معتمدين بالوصفه تاعي. من هذا المنبر نوجه لهم تحيه. المهم كما راكم تشوفوا لهنايا راني كامل فوت عليهم العسل، بيان سو قلت لكم بلي العسل بارد وهذاك المشبك تاعي راهو سخون. نفوت لهم كامل ندير لهم كل حبه ندير فوقها ملعقه نتاع عسل، يعني واش نقول لكم يا البنات صدقوني هذا العسل البنه تاعو روعه. انا نحب نخدمه في الدار احسن من اللي نشريه من تاع المحلات، سورتو في البقلاوه يا البنات صدقوني بربي، واللي راهم يعرفوا البقلاوه تاعي وكالين بقلاوه تاعي راهم يعرفوني واش راني نقول. المهم بعد حبيباتي بعد ما خليت هذاك المشبك تاعي قعد واحد الساعه هكاك حتى لزوج سوايع يشرب لنا هذاك العسل كامل، ومن بعد نجي لهنا ندير له هذه الطريقه. وهذه الطريقه طبعا اختياريه، تقدروا نتوما تكتفوا بهذيك الطريقه اللي درتها الاولى، بصح هذه هي البنات صدقوني اللي عندها وحبت تجربها غير تجربها وما تندمش عليها. المهم هنا جبت هذيك زوج ملاعق تاع كراميل ولا ملعقه كبيره تاع كراميل، ضفت لها العسل ودرتهم في الميكرووند خليتهم سخنوا شويه كما كنتوا تشوفوا فيهم راهم سخونين، وجيت وعاود نحط فوق كل حبه نحط فوقها ملعقه تاع هذا العسل مع الكراميل. صدقوني يا البنات واحد الذوق واش نقول لكم والله العظيم غير هبال. المهم اللي هنا كما راكم تشوفوا بعد ما كملت كامل نجيب هذا الكرز المصبر ونجيب نحط فوق كل حبه نتاع مشوك نحط نص حبه نتاع الكرز. وهنا بالنسبه للبنات اللي راهم يقولوا لي حطي لنا اسعار الحلويات، نقول لكم حبيباتي الحلويات تختلف من منطقه لمنطقه، يعني انا ما نقدرش نعطي لك البخي نتاع حلوه وانت راكي تسكني في بلاصه ممكن تشري السلعه تاعك غاليه وممكن تشري السلعه تاعك رخيصه على اللي نشريو حنايا، فهمتيني؟ الوغ انتي تحددي السعر تاعك هذا ما كان.
السعر كيفاش تحدديه؟ يعني كمية، يعني المقادير تاعك واش عندك واش شريتي مقادير تضربيهم في زوج، هذا ما كان. المهم لهنايا كيما كنتو تشوفوا هذه هي الوصفه تاعنا، ومن بعد درتهم في هاد الكيسات، يعني خليتهم في الكيسات الاولين وما حبيتش ندير لهم هذوك اللي يشدوا العسل كامل، هذوك اللي ناب، حبيت نخليهم كيما هكا سامبل، كيما الاخوات اللي قالوا لي ديري لنا حاجه سامبل. المهم هذه هي، هذا هو المشوك تاعنا، وشوفوا يعني خرج ما شاء الله ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوا وكامل تبعتوا لي وتقولوا لي شوفوا كيفاش يجي، هايل هايل هايل. المهم انا حبيباتي اللي لحقت لهذا الفيديو، اللي لحقت لهنايا نقول لك شكرا بزاف.